شكرا جزيلا للإعلامي الكبير والنجم الكبير كابتن أحمد شوبير، والتحية والتقدير لنجوم مصر الكبار دكتور طه اسماعيل والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن محمد صلاح أبو جريشة والكابتن محمد فضل. بشكركم شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. النهاردة اليوم يوم مش عادي، النهاردة يوم استثنائي. الأهلي والإسماعيلي مشاهدينا وجها لوجه هذا المساء في قمة وحكاية لها دائما أكثر من وجه ونهاية، قمة جماهيرية وتاريخية وكلاسيكية وقصة وحكاية كروية دائما بنجومها وأحداثها وأهدافها جميلة، وهدف وحيد بيعمل تمريرة لمدبولي وتسديدة أولى. مروان تمريرة في الأمام لكن أقوى ما يقدرش يسيطر عليها إليو ديانج. عادي المرشاة والهيمنة والأداء الكبير، لكن الحلويات والقطايف ما ظهرتش في لقاء فيوتشر، علشان كده بيبحث النادي الأهلي عن التعويض. علي معلول خد الكرة وحطها لعبد القادر، عبد القادر عايز يعمل تمريرة ولكن ضغط محمد حسن. ركنية أولى لمصلحة كرة للأمام متمركزة بشكل جيد أمام منطين، اتلعبت على طول الركنية. معلول راح له باهر، ادي مرة تانية شريف وتسديدة أولى، تسديدة بالدوران، لكن أحمد عادل عبد المنعم في المكان والزمان على طول بيمسك أول هجمة مكتملة. يا كنترول من علي معلول، لكن تدخل جبهة قوية للنادي الأهلي في الجانب الأيسر. ادي تحركات شريف، لكن باهر القائد يعمل تاكلينج وإبعاد، ما كانش شايف بشكل جيد، عشان كده عبد الرحمن في المكان المهم، لكن على طول سقوط وإبعاد ومطالبة بركل الجزاء للمتوغل من الخلف للأمام أحمد مدبولي، لكن على طول أحمد الغندور والمساعد الثاني بيدوا تمثلي الممتاز. ادي الكرة العرضية لكن إبعاد من عماد الشامي، تسلل لكن سايبه المساعد الثاني ورفع الراية لأن التسلل واضح تماما. طلع علي معلول يجري شريف الكرة العرض، أحمد عادل عبد المنعم لا ودل، كرة للأمام لكن أقوى من اللازم ما يلحقش خالد. مرة تانية لديانج بيعمل الزيادة، لكن المرة دي التزم معاه الإيفواري. ودي كرة وتمشم، ادي الكرة العرضية ودي الراسية، لكن سهلة في المتناول عند أحمد عادل عبد المنعم. ادي التمية ترجع لمحمد مجدي قفشة في مكان خطير، ودي كرة وتسديدة وان تاتش من عبد القادر، لكن أعلى من المرمى. أزعجت أحمد عادل عبد المنعم، عادل عبد المنعم. ادي الكرة العرضية، شايف حلو والنشن حلو قفشة، لكن باطن القدم أعلى من اللازم من عبد القادر. ترجع لعلي معلول بيلعب عرضية جديدة ودراسية من ديانج، لكن سهلة في المتناول عند أحمد عادل عبد المنعم. تقريبا في مباراة جدا عند عبد القادر، يرجع لتاو لكن على طول إبعاد من سيرجي آكا، لكن خطير يزقها بإيده اليمين أحمد عادل عبد المنعم ويطلع الكرة بالمسطرة عند عبد القادر، بيوزع وبيسدد. يا ولد رسمها ومنشنها وحافظها وحاططها، لكن يدوب بتخبط في السوكة. كرة في الدقيقة 41، كرة مجنونة، لكن بص شوف التوزيعة من مروان وجمال مروان واحمد عبد القادر كان هيسجل. ودي كرة عند محمد حسن وكرة مرة تانية وعلى عادل، لكن القائم والعارضة قدروا. ودي كرة للأمام لكن تمام التمام. أحمد عادل عبد المنعم كان متحرة
تتلعب على طول كرة عالية. فني اللقاء هم اللي هنبدأ بيهم. اتحرك كتير عبد القادر، تسديدة تقدم للأمام، عايز يحل فردي ويلعب كرة عرضية، ودي لمسة راسية، ودي كرة خطيرة وجول جول 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 جول. افتتح التسجيل بابانا بيرسي تاو. الكل يجمع. الأهلي هيبدأ يمتع في الدقيقة 49. الفرحة الأولى والسعادة الأولى بهدف أول نتيجة الفعل. ادي محمد الشامي بيغير اتجاهاته، لا تعمل خطورة، لكن انطلاقة من الشامي ويضغط عليه إليو ديانج بخطأ وصفارة وكارت لإليو ديانج. ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الإسماعيلي. تغيير احمد مدبولي، تسديده وبتغير اتجاهها وجول جول 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 جول. هدف اول في الدقيقه 55. تسديده قويه جدا بتغير اتجاهها وتسكن الزاويه اليمين. وادي اللاعب محمد حسن. هيتاكد الغندور من صحه القرار، وهل هدف أم سيكون هناك قرار وخطوة جديدة نحو اللقب. هنشوف القرار. واحمد الغندور يرجع يسلم ومروان تسديدة، لكن احمد عادل اراها ويقدر يسيطر عليها النادي الاهلي، لكن لسه الدلع مستمر من عبد المنعم. بيرسي تاو بيلعب كرة عرضية، لعبة الركنية، كرة دبل باس، ومرة غير ومرة تانية للشبراوي بيسدد، لكن بيحطها حلوة جدا بيحطها في الزاوية اليسرى للشناوي، لكن الشناوي مأمن التسديدة بشكل جيد. بدأ يفكر في التسديد لعيبة النادي الإسماعيلي. ادي الشبراوي، محمد مجدي قفشه لشريف في مكان خطير، وكرة مكان بيرسي تاو لحسين الشحات. مرة تانية علي معلول، كرة للأمام، كريستو الأمامية لعبد الرحمن. أدياو عايز يتقدم، فرصة كبيرة جدا مش ممكن. الاتنين اعتمدوا على بعض، عبد المنعم وعلي معلول، والتجولي في أول لقطة ياخد من عبد الرحمن ويعدي للأمام، كان هيعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل مع بعض البسيسة بتاعة زمان، بسيسة بتاعة أمي وجدتي. بسيسة حلوة جدا، خفيفة جدا، ما فيهاش دهون كتير، طعمها حكاية، مقاديرها مظبوطة 100%، هشة وخفيفة وعالية وكلها حنية، يعني ما فيهاش غلطة. يلا بينا نشوف مقاديرنا وطريقة تحضيرنا، والموضوع سهل وبسيط وجميل. كمان احنا في الشتاء بنحتاج نشرب شاي بلبن وكيك وحاجات حلوة من دي. يلا بينا نشوف مقاديرنا. 4 بيضات وكوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية من الزيت ونص كوباية من الدقيق الأبيض وكوبايتين من دقيق الذرة اللي هو دقيق البسيسة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وفانيليا. كل المقادير اللي احنا قلناها دي مكتوبة على الشاشة. ورشة ملح، 2 كوباية من دقيق الذرة، نص كوباية دقيق أبيض، نص كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية حليب، 4 بيضات، رشة ملح، معلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنحط الزيت والبيض والسكر والفانيليا في الخلاط وهنخلطهم زي ما شفتوا. هنجيب الكوبايتين من الدقيق الأصفر اللي هو الذرة ده اللي هو دقيق البسيسة، وهنحط عليه نص كوباية من دقيق الأبيض، رشة ملح، معلقة من البيكنج باودر، وهننزل عليها بالخليط اللي احنا خلطناه كويس جدا لما نعمناه قوي في الخلاط. وهنبدأ كده نضرب بالمضرب الخليط بتاعنا. هنكون جايبين الصينية بتاعتنا مقاسة 28، دهنينها ومبطنينها بالدقيق. طبعا الفرن شغال علشان خاطر ندخل فيه الكيك بتاعنا على طول.
الصينية بتاعتي اهي مدهونة وتمام التمام. الفرن بتاعي شغال. خرجت الكيك البسيسة بقى، البسيسة بتاعتنا خرجت من الفرن زي ما انتم شفتوها، وسبتها بردت، وهبدأ اقطعها. هنقطعها دلوقتي مع بعض. مقاديرها مظبوطة وسهلة وبسيطة وخفيفة، ما فيهاش دهون كتير زي ما قلنا، بس طعمها خفيف وجميل بشكل. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا متأكدة ان بعد الحلقة هتعملوها وهتجربوها وهتعجبكم جدا. لو الكيك عجبكم او البسيسة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.